وحتى الفدرالية وأنظمة الحكم هاي واللا مركزية السياسية واللا مركزية الإدارية وهالمصطلحات هاي تم تحويرها خارج عمقها. الفدرالية رائعة، في أعظم من دولة الإمارات العربية المتحدة العظيم الله، في أعظم من سويسرا وأمريكا، لكن الفدرالية التي يناد بها في سوريا هي فدرالية طوائف، هي فدرالية تريد يعني الانزواء بمكونات معينة من الشعب السوري خارج إخوتهم، هي فدرالية تهدف إلى تحويل سوريا إلى جمهورية عمان، ليست فدرالية حكم معين أو نظام حكم معين، هي فدرالية انقسام بشكل أو بآخر، ابتعاد الفرع عن الجسد الأصلي. بدنا العلوية بإقليم لحالهم، بدنا الدروز بإقليم لحالهم، بدنا الأكراد بإقليم لحالهم، وحالة المواطنة بين أبناء الشعب السوري وين راحت؟ ما انقسمت يا بابا، وهذا لن يرضى عنه يعني لا إقليميا ولا دوليا ولا عالميا. فهالفيديو بالنهاية على خلفية المحادثة اللي صارت معي أو بيني وبين ابن السويدة اللي أنا أتوجه له بتحية وما بدي أذكر اسمه خوفا عليه، يعني مشان ما يقولون أنت بتتواصل مع ماهر الزعبي ومع السوالف هاي ومع الدولة لأنه الناس معتبرتني مخابرات أو استخبارات سورية. هذا الفيديو إكراما لهالشباب ولاثبات حسن النوايا. يعني إحنا بدك ترجع تصطف طائفيا، بدك تصطف طائفيا، إحنا السنة بسوريا والله العظيم أطيب من السلاح وعز من تحطنا على يمينك. لكن يا ابن السويدة ختاما، يا ابن السويدة ويا ابن الطائفة العلوية ويا ابن الأكراد، إحنا لما نشوفك يعني تنادي بفدرالية طوائف وتنادي بانفصال وتقسيم بنعتبرك أنت عاديت حلمنا وليس أحمد الشرع. إحنا مؤمنين أنه القيادات السياسية متبدلة، لكن بنعتبرك عاديت حلمنا اللي تحقق على أكتاف وأكناف مليون شهيد، وأنت المليون شهيد رافض تعترف به. والله يعطيكم العافية.